لا انا عاوز حسابي. طيب ما في حسابك، تيجي الدوريه تاخذ حسابك. الدورات حسابي، دي حسابي. كده على العماره؟ لا مش بتهجم ده. والله تهجم. انت نتشت الطلب ومشيتي. راجل كان قاعد وشاهد. كان قاعد وشاهد. ما في مخلي في كاميرا من الصوت. استنى بص عندنا عند الدقاق انت في الدوري، هي جيبها. شوف بيجي لك 31. باقي لي 31. انت بعت 31 باقي لي ليا 62. بيجي لك 31. هي لما تجي الدوري لا اوريك التهجم هتدخل محضره. والله تبات في السجن اوريك. الخبر اللي انت تسوي كده للسعوديين حاسس نفسك فين انت؟ في مصر؟ اقلب وجهك هناك اقلب وجهك عند الدقاق. يلا اقلب وجهك. ادب. هذا ناقصنا مصاري معفنين. وعندك اسبوع لا تشتغل. انطلع هناك اشتغل في شغله على وجهك. لا. ادب. وطلع هناك عند الدباب، لا توقف عند الباب هناك توقف عند الدباب. هذه دورية دورية في دق الباب ده الشكل هذا. والله لا اوريك. اندي مكان على دقة الباب هذا. كلمتين بالمختصر. في الأيام دي بقينا نشوف ناس كتير مع الأسف بتحكم على الإنسان من جنسيته، وكأن الأصل أو اللهجة هي اللي بتحدد قيمة البني آدم. في المشهد المؤسف ده الناس انشغلت إذا كانت الست دي سعودية ولا سودانية، لكن الأهم من كل ده إن مفيش إنسان يستحق الإهانة بسبب جنسيته أو بلده. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. الكلام ده اتقال من أكتر من 1400 سنة عشان يعلمنا إن الناس كلها سواسية، وإن التفاضل بالأخلاق والتقوى مش بالجنسية ولا اللون ولا اللغة. مصر بلد عظيمة ربنا ذكرها في القرآن، وكانت على مر التاريخ أرض حضارة وعلم وأمان. شعبها معروف بالشهامة والكرم والصبر، والمصري زي أي إنسان في الدنيا ليه كرامة لازم تحترم، وما يقبلش أبدا إن حد يهينه بسبب بلده أو أصله. بالمختصر، قيمة الإنسان مش في جنسيته ولكن في أخلاقه. ورسالتي للست دي: اتقي الله وادي الراجل حقه، وامسكي لسانك واقرأي كويس عن مصر قبل ما تتكلمي عنها وعن أهلها بسوء.